كده احنا فهمنا يعني ايه حساب ويعني ايه ديبت وكريدت لكل حساب من الحسابات، وعرفنا انواع الحسابات ايه، وعرفنا الاكاونتنج ايكويجن ايه. طب ما تيجي نعرف بقى طريقه التسجيل ايه. يعني انا لما باجي اسجل لازم يكون في خطوات معينه بمشي عليها. اول خطوه، اول حاجه بتحصل لي انا كمحاسب، بيجي لي دوكيمنت، بيجي لي ورقه، بيجي لي فاتوره شراء، بيجي لي امر شراء، بيجي لي بعض طلب شراء. كل الحاجات دي ورق بيجي لي، دوكيمنت اهي بتجي لي، مصروف انا صرفته فجاب لي فاتوره، الحاجات دي. فدي اسمها اول حاجه بتقابلني دوكيمنت او بزنس دوكيمنت. انا كمحاسب بيجي لي دوكيمنت عشان اسجل. فالدوكيمنت دي انا بقعد اراجعها، بطابق الارقام مظبوطه ولا مش مظبوطه، هل الحاجه اللي انا اشتريتها فعلا هي قيمتها الحاجه دي ولا اتضحك عليا. كل ده انا بعمله كمحاسب. بشوف هم قال ان انا اشتريت 5 قطع، انا رحت عديتهم لقيتهم 4، ازاي هو كاتب 5 وانا جالي 4؟ اشوف كده انا كاتب مكتوب 5 وانا جالي 6، فممكن يبقى الغلط يا اما ليا يا اما عليا. فانا براجع الدوكيمنت مع اللي حصل فعلا. هل انا اللي براجع بنزل بنفسي واعد؟ لا، ممكن اجيب حد يعد، او يكون حد اصلا مسؤول عن ان هو يستلم البضاعه، فجاب لي ورقه ان هو ماضي 5 قطع وفي الورقه مكتوب 4، فانا بطابق الحاجات ديت. فكمحاسب بشوف اول حاجه بتجي لي ايه؟ دوكيمنت. بحاول اتاكد ان الدوكيمنت دي مظبوطه. ده طبيعتي، ده شغلي. اول حاجه رقم 1 انا بتاكد ان الدوكيمنت دي مظبوطه. طب تاني خطوه ايه؟ تاني خطوه بقوم عامل حاجه اسمها اناليسيس. انالايزنج. يعني ايه اناليسيس؟ فاكرين لما كنا احنا بنقعد نقول الحاجه دي هتاثر فين في الاكاونتنج ايكويشن؟ هتاثر في الاسيتس ولا اللايبيليتي ولا الاونرز ايكويتي؟ هل هتاثر في الريفينيو؟ هتاثر في الكابيتال؟ هتاثر فين؟ في الكاش؟ هتاثر في السبلايز؟ هتاثر في الاكويبمنت؟ هتاثر فين؟ فبعمل انالايز هل دي هتاثر فين بالظبط؟ يبقى انا كده فهمت خلاص. طالما ودي عرفناها بالتفصيل. لما اقول لك مثلا ان المستثمر حط فلوس في الشركه، فالشركه فلوسها زادت، الاسيتس زادت، والاونرز ايكويتي زادت، الاونرز كابيتال زادت، يبقى الاثنين عندنا كده عملت اناليسيس خلاص. بعد عمليه الاناليسيس بعمل حاجه اسمها جورنال انتري. جورنال قيد اليوميه. القيد، ناس زمايلي كتير تلاقيهم مثلا واحد شغال في الاتش ار، واحد شغال في الاي تي، يقول لك انتوا عندكم القيد ده حاجه مهمه قوي. وفعلا القيد ده اهم مستند للمحاسب. اهم حاجه في المحاسب بيحط الدوكيومنت دي في القيد، ويقول لك القيد يسجله ازاي ويعمله ازاي، ويوصلك ان خلاص كل حاجه تمام عن طريق القيد ده. القيد ده لو انت عرفت تعمل قيد، المواضيع اللي بعد كده كلها سهله. القيد اللي هو ايه؟ الديبت والكريدت. انا بقول لك ايه ديبت وايه كريدت اللي احنا عملناه من شويه او من المحاضره اللي فاتت. فاحنا عرفنا يعني ايه ديبت ويعني ايه كريدت. ده اسمه قيد جورنال. بعد ما بعمل جورنال بعمل حاجه اسمها بوستنج للليدجر. بوست تو ليدجر. يبقى انا اول حاجه بيجي لي دوكيمنت، ورق، براجع الورق ده تمام التمام. احلل الورق ده هيتسجل ايه؟ والله انا اشتريت اكويبمنت، جالي معده، فالاكويبمنت دي هتزود الاسيتس وهتزود لي، انا دفعت كاش هتقلل لي الكاش، انا عليا التزام فهتزود لي الالتزام اللي عليا. يبقى انا بحلل، يبقى دي رقم 2 بحلل. بعد كده بسجل بقى القيد المحاسبي ديبت وكريدت، يا اما على السيستم يا اما مانيوال. لو انا شغال مانيوال، ما حدش شغال مانيوال دلوقتي، هنشتغله على السيستم. فالسيستم جورنال، بسجل الجورنال ازاي على السيستم، اسجله ازاي؟ يبقى جورنال. بعد الجورنال بس بعمل حاجه اسمها بوست، برحل الجورنال عشان يروح لحساب الاستاذ. هنعرف يعني ايه الكلام ده، يعني ايه حساب استاذ في المرات اللي جايه. بس انا عايزك تعرف ان دي خطوات التسجيل المحاسبي. انا جاي لي دوكيومنت بحلله، بعد كده بشوف هسجله ازاي في الجورنال في انهي يوميه بالظبط، اليوميات بتاعتنا، وفي الاخر بعد اليوميه بسجل، بعمل بوست للليدجر. اشوفكم المرات اللي جايه.